وبقينا زي خيل السبق نازلين نجري، عارفين اننا لازم نجري بسرعة بس مش فاهمين بنجري ليه، وطاقتنا منهكة في ساقية الضغوط الاجتماعية والاقتصادية لدرجة اننا بقينا نجري وخلاص ونسينا الهدف والاسم. بنعمل اللي علينا. ركز، احنا اهم هدفنا ان اولادنا تطلع احسن مننا ويكون ليهم فرص افضل. وهقول لك مثال، لو جبنا السمكة وقلنا لها اطلعي الشجرة والقرد قلنا له انزل عوم، انت متخيل النتيجة؟ اللي عاوز اقوله لك ان لو ابو محمد صلاح ضغط عليه في الثانوية العامة كان زمانه قاعد على القهوة مش لاقي شغل. فمن هنا احب اقول لك التعليم مهم بس مش لوحده بيبني المستقبل، وكمان مع الجيل الجديد لازم تعرف اهتمامات ومهارات الاولاد وتنميها وتدعمها. هنفكر مع بعض بصوت عالي ونقول ازاي. واحد، نلاحظ بدون تسلط ويشوف بيستمتع وبيتحمس وبينجذب وبيبقى فضولي تجاه ايه، ولما بيتعامل معاه بيجيده. اتنين، شجعهم يكتشفوا ويجربوا هوايات ورياضات واهتمامات مختلفة علشان يقدر يمتلك خبرة الاختيار من الانشطة اللي عملها. تلاتة، اتكلم معاهم بشكل مباشر واسألهم ايه اللي بيعجبهم وشجعهم انهم يعبروا عن افكارهم ومشاعرهم تجاه اي تجربة. اربعة، اول ما تبدأ تعرف تحدد اهتماماتهم ومهاراتهم وفر لهم فرص ان هم يطوروا من نفسهم فيها. خمسة، اعمل حسابك ان الاهتمامات والمهارات ممكن تتغير بمرور الوقت، ده محتاج منك صبر ومرونة وتقبل. ستة، قول لهم ملاحظات ايجابية لما تلاقيهم متحمسين للنشاط، واحتفل معاهم بابسط الانجازات في النشاط ده ودعمهم لما يفشل في خطوة او تجربة. سبعة، افهم الطريقة اللي بيحب يتعلم بيها، ما هو مش كلهم بيحبوا القراءة، دلوقتي ممكن يسمع الكتاب او يشوفوا فيديو او يمارس نشاط مع حد يتعلم منه، وبعد ما تفهم كمان دعمهم واعرض عليهم طرق تانية مختلفة. 8، السن الصغير ممكن يكون مهتم باكتر من نشاط واكتر من فكرة، اعرف ان التنوع ده هيساعدهم في نمو الادراك والرؤى وانه يكون مستقل. 9، اوعى تمل من كتر اسئلتهم ومحاولتهم لفهم او اكتشاف حقيقة الامور، وشجعهم على تطوير نفسهم من خلال تعليم مهارات جديدة دايما. 10، دايما حاول توفر بيئة وظروف تشجعهم وكون مثال وملهم ليهم يتعلموا منه حب النمو والتطوير والتعلم. 11، احترم وقدر اختياراتهم حتى لو مختلفة عن اهتماماتك، ده هيدعم ثقتهم في نفسهم وهيزود احترامهم لذاتهم. 12، اتعلم وعلمهم ازاي ياخد استراحة محارب وهو بيطور من نفسه علشان يرجع يشحن طاقته، مش يتوقف نهائي علشان يقدر يكمل من غير ارهاق. 13، شجعهم على العمل الجماعي وازاي يشاركوا الاهتمامات ويتعلم مهارات التواصل والتعاون على حل المشكلات. 14، علمهم يركزوا على نقاط القوة ويطوروا من نفسهم فيها ويحسنوا ويطوروا من نقاط الضعف بالتعليم المستمر والمهارات. 15، شاركهم في صنع القرار وحل المشكلات، شجعهم على تولي ادوار قيادية في قرارات البيت مثلا والانشطة اللي بيهتموا بيها. 16، شجعهم على التجارب جديدة واهمية الاستمرارية والانضباط والمثابرة ومواجهة التحديات والمعوقات بالعمل الجاد. 17، ساعدهم يكونوا في بيئة ووسط بنفس اهتماماتهم والبحث عن مرشدين وذوي الخبرة في مجال اهتمامهم ده. هتقول لي مفيش وقت ولا جهد ولا امكانيات، يبقى انت بتجري على الفاضي وناسي الهدف ايه.